خلاص بقى هنعيش في الثبات والنبات ونخلف صبيان وبنات. بعتت إيزابيلا للبابا في روما، قالت له حللني من العهد الذي بيني وبين عبد الله بن الأحمر، أنا أتعهدت له كذا وكذا. قال لها ليس له عليك من حق، وإنكار هذه واجب ديني عليك. ده البابا. التاريخ يعود نفسه. احنا كنا في سنة 1408 يعني، كانت 58 ولا 98، احنا كنا آخر القرن ال15، وهوب في لحظة الفوانيس اللي على الابواب الفوانيس دي كانت بتنير الطرق لصلاة الفجر، والمسلمين واللي على بيته فانوس مش على اللي راسه بطحة. اول حاجة من اللي بدأوا بالمتطرفين اللي هم مواظبين على الصلاة في صلاة الفجر في جماعة. طب اماراتهم ايه؟ طب جابوا الاعلام. اللي بعدهم لا لسه في ناس قالوا البيت اللي معلق فانوس ده مسلم ارهابي. المسلمين شالوا الفوانيس، واحنا قلنا هاتوا الفوانيس يا ولا. احنا شالوا الفوانيس وجم بعوهدنا لرمضان في مصر. شالوا الفوانيس، ما كانش لسه بقى بطاقات والرقم القومي والرقم ما عرفوش يميزوا الناس. طيب في مسلمين قالوا تروحوا البيوت اللي منشعه ميه من على الاعتاب دي بيت مسلم. ليه؟ بيتوضا؟ لا مش بيتوضا وبس، بيتنقل على عينه. ها؟ فبيستحمم الميه بتاع الحمى بتنشع من تحت الجدران. طب يعملوا اكتر من كده بقى. خدوهم. بدات بقى محاكم التفتيش. انا لو هكلم لكم على جرائم محاكم التفتيش اوصل اللي قاعدين وبيسمعوني الاطفال ما يكونوش موجودين. يجيبوا صناديق حديد اقصر من طول الانسان، وده خدها الى الثلاثي وعملها في الحبشه. يدخلوا الانسان في صندوق الحديد وياكلوه ويشربوه. بعد شهرين 3 4 يخرجوه وعامل كده يدق اضحوكه وما يعرفش يمشي. وتطوروا بقى وما جت كل عصر له التكنولوجيا بتاعته. الباب الحديد يبقى متفصل العينين دي في مسامير تخش على العينين، وسموهم المورسكيو. مورسكيو يعني المسلمين. وعملوا بقى محاكم التفتيش. يجيبوا الراجل او المرأة ويتشد راسه بمكنة كده ورجليه بمكنة كده وينفصل ده عن ده قدام ولاده وقدام زوجته. الغرض يعني. عبد الله بن الأحمر خرج يعيط طبعا مع امه. امه قالت له الكلمة الذائعة الصيد: ابكي بكاء النساء على ملك لم تحافظ عليه حفاظ الرجال. حد يثق في ولاد كذا دول؟ يوم يجي ويسلموا. طب انت متفاوض مين؟ انا عايز اعرف وعايز اقول وكتر خير الرئيس ما حضرش. انا عايز اقول لاردوغان والغيره رايحين تفاوضوا مين ده؟ تفاوض مش قالوا مش حماس ارهابيه لحد دلوقتي؟ المفاوضه ده يبقى راس لراس دوله لدوله. خلاص هم ارهابيين ما حدش يتكلم، بس سيبوهم لنفسهم بقى يا ناس. عجزت الهامات ان هي تثأر لكرامتها. سيبوا بقى ياخد. خلوهم قولوا فيهم زي ما بيقول الصعايده عندنا: البيت اللي ما فيش فيه صايع حقه ضايع. وطبعا اجلهم عن ان يكونوا كذلك، انما بقول لهم يا اخي عاملهم معامله هؤلاء وما تدعونش كده يتساقطون جوعا وظمأ وعطشا. امض اللي يثق في هؤلاء. وهاجي لكم اهو الكلام ده سنة اللي بقوله فيه يوليو 2002، العدد 42، مجلة الكتب وجهات نظر. يقول لك ايه هنا قبل بتقسيم اليهود؟
ان حرب 67 كانت تحولا ميتافيزيقيا، يعني تحول الهي او روحي او كذا. الميتافيزيقيه اللي هي ما وراء الطبيعه، يعني تحولا الهيا. وان الانتصارات الاسرائيليه حولت الارض من قوه الشيطان، احنا شياطين عندهم، الى دائره الهيه. ومن ثم فان اي انسحاب من هذه الارض ستكون له عواقب ميتافيزيقيه يعني الهيه، يمكن ان تؤدي الى استعاده الشيطان لسلطته على هذه الارض. ده انا اقول له، انا عايز اجيب لكم النص اللي بيقول فيه ان قتل الاطفال ده مطلب الهي. صفحة 20 تاريخ الطريق مناجم صفحة 20. ايوه فين يا عم الشيخ؟ ضمن هذه الرؤية الشاملة في صحافة الحريديم اللي هم المتدينين يعني، كتب يقول إن قتل اليهود لغير اليهود، ده عشان بيبرر عمل باروخ جولدشتاين اللي في سنة 94 بعد اتفاقية السلام، راح ضرب الناس وهم بيصلوا في الحرم الإبراهيمي. فالمحامي بتاعه رايح يقول لهم في المحكمة إن قتل اليهود لغير اليهود، يا ريت نحفظ، قتل اليهود لغير اليهود لا يعتبر جريمة تبعا للديانة اليهودية، دي مش جريمة. وأن قتل العرب الأبرياء بغرض الانتقام يعد فضيلة يهودية. اللي بيعملوه ده فضيلة. لهذا ترامب لما قال أول امبارح اللي بينهم علاقات سامية وعلاقات دينية وليست سياسية، ما بيقصد الكلام ده. قتل اليهود، قتل العرب، لو شوفوا البجاحة، قتل العرب الأبرياء بغرض الانتقام فضيلة يهودية. يا ناس والله إن كان نفسي